اهلا بيكم في قناتي ماما سولي. النهارده هنعمل مع بعض صينيه كوسه بالبشاميل. لو انتم مش من عشاق الكوسه اوعدكم ان انتم هتحبوها جدا وهتدوروا تعملوها بنفسكم. شايفين مستويه وجوسي وجميله جدا. دلوقتي احنا جبنا الكوسه، ممكن تجيبي كيلو ونص، ممكن تجيبي 2 كيلو على حسب البايركس اللي هتعمليها فيه او الصينيه. اديناها كده كحتة بسيطة بالسكينة وبعدين قطعناها. هنقطعها بسمك كده معقول، لا هو سميك قوي ولا رفيع قوي عشان تستوي السوا المظبوط وما تتهريش منك. جبت كمان فصين توم كده، هيديها نكهة جميلة جدا. قطعتهم كده يعني بالسكينة شرايح صغيرة خالص كده زي ما انتم شايفين، وهحطهم كده على جنب لغاية ما اعمل بقى الوصفة. حطيت سمنة وحطيت زيت وحطيت بصل، يعني بصلاية كده مقطعاها قطع صغيرة، وهنزل بقى بالثوم عليهم لحد ما ريحتهم كده تطلع مع بعض، يعني مش تحمير كامل. وهنزل بقى بالكوسة على طول كده اديها الصدمة مع البصل والثوم واقلبها. شايفين لون الكوسه جميل ازاي واخضر، يا سلام، حاجه كده جميله. نزلت عليهم بقى بالتوابل، ملح وفلفل اسود بس، واديتهم التقليبه الحلوه كده. ما سيبش الكوسه لغايه ما تتهري، لا انا هقلبها تقلبتين كده وهشيلها من الحله كده واخليها كده على جنب. وهعمل بقى البشاميل. نزلت بقى معلقتين دقيق وقلبتهم كده كويس ياخدوا اللون. طبعا كلنا عارفين البشاميل اللي بيتعمل ازاي. هنزل عليهم بقى باللبن، حوالي لتر لبن، والملح والفلفل الاسود برضو بس على البشاميل. حابة تعملي اي نكهات تانية حط اللي انت عايزاه. هقلب كده كويس قوي 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 البشاميل كده لغاية ما يبقى كده يعني ناعم معايا. لقيتيه سميك شوية او تخين شوية انزلي عليه بشوية شوربة او شوية لبن اللي عندك. كده بقى سمكه كده معقول. هبتدي بقى اعمل الوصفة. هنزل بطبقة بشاميل كده في البايركس، ممكن تعمليها في بايركس وممكن تعمليها في صينية، مفيش مشكلة. افرده كده وانزل بقى بالكوسة. شوفوا الكوسة جميلة ازاي ولونها اخضر ازاي. المية اللي ساردة من الكوسة دي مش مية، دي هي الفايدة بتاعتها كلها. حطيها على البشاميل. نزلت بقى باللحمة المفرومة المعصجة، قطع سيجة عادي خالص خالص زي ما بنعمل اي صينية مكرونة بالبشاميل او اي حاجة. ونزلت بقى بالكوسة ونزلت عليهم بطبقة تانية من البشاميل. البشاميل مش سميك قوي ولا رفيع قوي. دخلتها الفرن بقى على درجة حرارة 180، ما بتقعدش كتير لغاية ما الكوسة تستوي. يعني لازم الكوسة تبقى مستوية، لو وشها محمرش حطيها طبعا تحت الشواية. ابتدي بقى اقطعها، بس استني عليها شوية لما تمسك نفسها، ما تقطعها سخنة. طبعا احنا كنا مستعجلين وقطعتها سخنة لان عندي الولاد بيحبوها جدا جدا. ابتدي بقى تطلعيها. ايه الجمال ده وطعم في منتهى الجمال. الكوسة مظلومة، الكوسة مظلومة قوي 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 مع الناس. الكوسة جميلة، جربيها بالطريقة دي مش هتندمي خالص. لو عجبتك الوصفة لايك وشير بقى والاشتراك في القناة.